أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من قناة زانين. لدي وطن عدد أضلاعه 7 يفوق كل أوطان الدنيا، لا كيان له، لا حال، لا مال، لا مظلة ولا أسوار، لكنه باق ويعيش وموجود. بهذه الكلمات المدهشة للشاعر الكردي الأسطوري شير كوبيكس نبدأ حوارنا اليوم. كلمات تختزل مأساة ووجودا بأكملها. بالفعل، والسؤال الذي تطرحه هذه الكلمات هو جوهر رؤية المفكر عرفان مصطفى حول ديالكتيك الوطن والدولة. صحيح. كيف يمكن للشيء، لا يملك أيا من مقومات الدولة المادية، أن يكون موجودا بهذه القوة وهذا اليقين؟ لأن هذه القصيدة كما أشرت ليست مجرد شعر. نعم. إنها المفتاح لفهم أن الوطن الذي يتحدث عنه الشاعر والذي نسميه بالكردية نشتيمان هو شيء مختلف جذريا عن الدولة أو البلد التي نسميها ولات. تماما. الخلط بينهما هو أصل اغتراب الإنسان الحديث. إذا نحن أمام مفهومين متميزين تماما. لنبدأ بما هو مألوف للجميع. تفضل. الدولة أو ولات، كيف يمكننا تعريفها فلسفيا حسب هذا الطرح؟ الدولة هي كيان قانوني براغماتي. تمام. إنها قطعة أرض تم ترسيم حدودها بالاتفاقيات الدولية ومنحت كملك لقومية معترف بها. علاقة الإنسان بها هي علاقة تعاقدية قائمة على الحقوق والواجبات وجواز السفر. علاقة يمكن تغييرها أيضا. نعم. مثلما يبيع الإنسان منزله وينتقل لآخر. تماما، يمكنك التخلي عن جنسيتك واكتساب أخرى. صحيح. لكن وهنا نأتي للجوهر، ماذا عن الوطن أو نشتيمان؟ هل يمكنك بيعه؟ مستحيل. هذا يبدو كأنه سؤال غريب. لأنه ليس ملكية. وجوده طبيعي وليس قانونيا. ممكن. الرابط به روحي، جمالي، ميتافيزيقي. هو المكان الذي تتشكل فيه ذاكرتك وأحلامك ولغتك الأولى. يا الله. هو مثل علاقة الشاعر بمصدر إلهامه. واو. إذا غادرته تبقى غريبا حتى وإن امتلكت جنسية أقوى دولة في العالم. صحيح. فأنت لا تغترب عن مكان، أنت تغترب عن روحك. يا له من تمييز. وهذا يقودنا مباشرة للحالة الكردية كنموذج فريد. نعم. كأنك تقول إن الأكراد لديهم وطن بهذا المعنى الروحي العميق، ولكنهم حرموا من الدولة بالمعنى القانوني. بالضبط. بينما الكثير من الشعوب الأخرى ربما حدث معها العكس. هذه هي المأساة الحداثة. لقد نجحت في تحويل معظم الأوطان إلى دول. للأسف. أعطت الناس جسداً قانونياً، لكنها في كثير من الأحيان سرقت منهم الروح، مما خلق شعوراً بالاغتراب حتى داخل حدود بلادهم. لكن كردستان بسبب ظروفها التاريخية لم تمر بعملية التحول دي بالكامل. بقيت وطناً بالمعنى الوجودي، وهذا ما يجعلها حالة فريدة ومأساوية في أن. نعم. وهذا يضع الكثير من الأمور في نصابها، خاصة حين أشرت في طرحك إلى أن وطن شير كوبيكس لا يشبه فلسطين. نعم. قد تبدو هذه المقارنة صادمة للوهلة الأولى. في الظاهر فقط. الصراع في فلسطين في جوهره التحليلي هو صراع بين قوميتين معترف بهما دوليا على ملكية أرض، على دولة. صحيح. هو صراع يدور في فلك القانون الدولي والمؤسسات الدولية. نعم. لكن صراع الكردي هو صراع من طبيعة مختلفة. هو صراع وطن غير معترف به، كيان طبيعي ضد دول قائمة ومعترف بها، كيانات قانونية. واو. فإنه الصراع الوجود الشعري ضد الوجود السياسي. هذا يضعنا أمام سؤال مصيري. إذا كان الوطن والدولة بهذه الدرجة من الاختلاف، فهل على الشعب الكردي أن يختار بينهما؟ هل الفكرة تقول أن الأكراد يريدون الوطن ولكنهم لا يريدون الدولة؟ لا أبدا. وهنا تكمن النقطة الأهم والأعمق في هذا الطرح. هذا سوء فهم شائع للفكرة. عرفان مصطفى لا يدعو لرفض الدولة والتمسك بالوطن كرؤية رومانسية. صحيح. هذا سيكون انتحارا. إذن ما هو الحل لهذا الديالكتيك؟ ما هو الهدف؟ الهدف ليس الاختيار بينهما، بل الجمع بينهما في مركب جديد وأسمى. واو. التحدي الكردي أكبر، وربما التحدي الإنساني هو كيف يمكن بناء دولة أو ولات تكون جديرة بالوطن أو نشتيمان بدلا من أن تسحقها تحت عجلات البراغماتية.
يا الله. إذا كيف ننشئ كيانا سياسيا وقانونيا يحمي الروح الشعرية والميتافيزيقية للأمة بدلا من أن يسحقها؟ واو. إذا المسألة ليست رفضا للدولة، بل هي طموح لإنشاء نوع أرقى من الدولة. صحيح، دولة لا تفقد روحها. بالضبط. هي محاولة واعية ومؤلمة لإنشاء جسد يليق بالروح التي تسكنه. وهذا هو جوهر الديالكتيك الذي لا يزال يتشكل. والآن نترككم مع هذا السؤال الذي يتجاوز الحالة الكردية ليصل إلينا جميعاً. في سعينا لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة، كيف نتأكد من أننا لا نبني دولاً فارغة من الروح؟ كيف يمكننا أن نوحد بين الهيكل القانوني لبلادنا والجوهر الروحي الذي يجعلها وطناً حقيقياً؟ سؤال مهم.